الحب الحقيقي بيبدأ منين؟ من جوه ولا من بره؟ هل فكرت قبل كده يعني حب بجد؟ مش الإعجاب ولا التعلق ولا الشعور اللي بيخطفنا بسرعة ويمشي أسرع. أنا بتكلم عن الحب الحقيقي، الحب اللي بينور جوانا قبل ما ينور حوالينا، اللي بيخلينا نكون إحنا في أمان، في عمق، في صدق. السؤال اللي هيكون محور كلامنا النهاردة هو الحب الحقيقي بيبدأ منين؟ من جوه ولا من بره؟ تعالوا نغوص مع بعض في الحتة اللي بنخاف نغوص فيها أوقات، بس عمرنا ما هنفهم الحب ولا نعيشه غير لما نعدي منها. الجزء الأول، يعنى إيه حب حقيقي؟ الحب الحقيقي مش بس شعور، الحب الحقيقي حالة وعي. هو مش مجرد دقة قلب ولا شوق ولا احتياج لشخص معين، هو حالة بتبدأ لما الإنسان يكون قادر يحب نفسه بصدق ويشوف نفسه ويقبلها بكل النور والظل اللي فيها. الحب الحقيقي هو اللي بيخليك تطلع أجمل نسخة من نفسك، مش الحب اللي بيخليك دايما قلقان خايف مش على بعضك. أوقات بنفتكر إن الحب هو اللي هيصلح جوانا، بس الحقيقة الحب ما بيصلحش، الحب بيكشف إحنا مين، بنحب إيه، بنخاف من إيه، إيه الحتة اللي ناقصة جوانا وبندور عليها في غيرنا. الجزء الثاني، لو جوايا فراغ هيملوه الناس. هنا بيجي السؤال الكبير، لو أنا مش حابب نفسي، مش متصالح معاها، هل لما أحب حد هو ده هيكملني؟ الحقيقة لا، لأن اللي عنده فراغ داخلي دايما هيحاول يملأه من بره، هيتعلق مش يحب، هيمسك في التاني كأنه طوق نجاة، مش كشخص يستحق حب ناضج ومتكامل. الحب اللي بيجي وانت مش عارف قيمتك هيبقى فيه تضحية زايدة، استنزاف، وخوف دايم من الفقد. لكن لما الحب يجي وانت مليان بنفسك، عارف انت مين وبتحب ايه ورايح فين، ساعتها الحب هيبقى مشاركة مش تعلق، هيبقى إضافة مش احتياج. الجزء الثالث، من جوه ولا من بره؟ طيب نرجع للسؤال، الحب الحقيقي بيبدأ منين؟ من جوه ولا من بره؟ خليني أقولك، الحب الحقيقي بيبدأ من جوه، لكن لما بيبدأ بيخلق حواليك بره عالم شبهك، يعني جوه وبره بيكملوا بعض، بس البداية دايما من جوه. لو قلبك فاضي هيبقى زي الكوب اللي أي نقطة فيه تبان إنها نهر، ولو قلبك مليان هتعرف تميز وتختار وتدي من غير ما تستهلك نفسك. الحب من بره ممكن يجي بسرعة، بس اللي بيبدأ من جوه بيعيش أكتر. الجزء الرابع، إزاي أزرع الحب جوايا؟ إزاي أبدأ؟ لو أنا حاسس إني مش بعرف أحب نفسي أو مش لاقي اللي يخليني أصدق إني أستحق الحب، أعمل إيه؟ هقولك على كذا خطوة، وكل واحدة محتاجة وقت وصبر. أولاً، لازم تبدأ تتكلم مع نفسك بصدق. اسألها، أنت ليه زعلانة؟ إيه اللي محتاج يتشاف؟ إيه الحاجات اللي بتقولي عليها أنا قليلة أو مش كفاية؟ ده أول مفتاح للحب الحقيقي. ثانياً، سامح نفسك. كلنا غلطنا، كلنا قلنا نعم لما كان المفروض نقول لأ، كلنا مشينا ورا حب مش لينا، بس ده ما يقللش من قيمتك، بل بالعكس هو دليل على إنك بتتعلم وبتكبر وتستحق أكتر. ثالثاً، احضن نفسك وقت ضعفك، لما تقع ما تجلدش نفسك، قول لنفسك أنا هنا ومش هسيبك. صدقني الجملة دي لو طلعت من القلب ممكن تغير حياتك. الجزء الخامس، لما الحب يجي من بره وانت جاهز، لما تكون عارف نفسك وقادر تحبها، الحب اللي يجي من بره هيبقى نعمة مش عبء. هتعرف تقول نعم من غير خوف ولا من غير ذنب. هتشوف الشخص اللي قدامك على حقيقته مش على أساس احتياجاتك. هتقدر تبني علاقة فيها نضج، توازن، حرية، ومساحة للنمو. هيبقى في احترام مش بس مشاعر، هيبقى في تفاهم مش بس كلام حلو، هيبقى في سند مش بس حضور وقت الفراغ. في الآخر الحب الحقيقي بيبدأ من جوه، من قلب عارف نفسه وقادر يختار، ومن روح مش محتاجة نص تاني يكملها لأنها عارفة إنها كاملة. بس لما تلاقي حد حابب نفسه زيك، مليان من جوه زيك، وقادر يحبك وانت كامل مش ناقص، ساعتها بس هيكون الحب الحقيقي اللي بدأ من جوه وبيكبر من بره وبيعيش لما كل حاجة تانية بتموت.